ابو كاسترو ما كانش عاجبه دوري ابطال اوروبا وبده الليجا. بدنا نشوف شو تعليقه عن مباراة امبارح. شو رايك في مباراة امبارح؟ مباراة امبارح لا بأس فيها، بس في بداية الأمر أنا كنت متخوف، لأن الفريق اللي بيلعب معنا فريق قوي، وأنا كنت متخوف إنه يتغلب عليهم، بس لنشاط اللعيبة تبعين برشلونة ولوعيهم في داخل الملعب واحتياطاتهم اللازمة، أعطوا بلاء حسنا. بعدين علاوة على ذلك في حالة ما صار خشش ميسي أول جول في برافو. خشش في اللي باعوه لماستر سيتي. برافو هذا. شايف كيف سوى فيه ميسي؟ ميسي في ناس خصوصي المدرب تبعنا القديم جوارديولا هذا عندي المعايطة هذا اللي بيقولوا عنه مفيش بعده، هو بده يحاول ينزل ميسي يتغلب، يعني بده يحط خشمه أنفه للأرض، ولكن ميسي طلع قد حاله قفضاي وقال له هذول الأربعة إلك يا جوارديولا. أيوه هذول الأربعة إنسانك خصوصي. بطحوا وطلع جوارديولا مذبذب من غشي المدرب تبعنا، وغشي سلمه وهو تراسه مطقطة في الأرض وخزيان. كيف كان ميسي في المباراة؟ ميسي كان فطحل شمال ويمين، يمرح في داخل الملعب يمينا وشمالا. طب ليش اعطى نيمار البلنتي؟ بعدين مرة هذا ميسي صار له ضربة بلنتي، وقع ميسي هو واحد من دفاع مانشستر. شو اسمه؟ بعرف الكابتن يا زلمه اللي بقى حاط الاشاره على ذريعه، كابتن الفريق اللي طلع ارجنتيني. شو اسمه هو؟ زباليتا. زباليتا، هذا زباليتا بدري شديده، هو اللي وقع ميسي واجته ضربه بلنتي. اخينا بالله بدنا الشيوخ بخاطر نيمار بتفصفع لي شمال ويمين بطوله، اعطاها طلعت راحت تتلقط فاصوليا على المدرجات. بس عوض نيمار. جاب الجول الرابع. عوض. ولا بس طلعنا فايزين بأربعة. هذول القرود ولا هذول اللي بده ينيخ ميسي بس.